حبايبنا في جريد 3. النهارده بقى هنتعلم اول ليسن موجود في اول يونت 1. يلا بينا نشوفه مع بعض. اليونت 1 بتاعتنا بتتكلم عن let's learn together. تعالوا بينا نتعرف عليها. اول حاجه هنتعلم greetings and introductions، يعني معنى اصح هنتعلم ازاي نسلم على بعض والتحيات ونعرف كمان نفسنا لغيرنا. يلا بينا نشوف. اول حاجه عندي greetings التحيات. لما اجي اسلم على حد في الصباح بقول له good morning. good morning يعني صباح الخير. ولما اجي اسلم على حد بالليل او اقول له تصبح على خير فبقول له good night. good night. اما بقى لما اجي اسلم على حد واقول له مع السلامه هقول له goodbye. goodbye. ولما اجي اتعرف بحد او اسلم عليه برضه فبقول له hello. ودي بقى لما بنتعرف على حد اكبر مننا او بتعرف على حد لاول مره فبقول له hello. hello. primary. primary. primary اللي هي المرحله الابتدائيه. Egypt. Egypt اللي هي مصر. friend. friend اللي هو صديق. name. name اللي هو الاسم. طب ناخد فوكاب اكتر شويه. يلا بينا. fine. fine يعني معناها بخير. meeting. meeting اللي هي المقابله. to. to اللي هي معناها ايضا او كمان. nice. nice يعني لطيف. someone. someone شخص ما. letter. letter اللي هو فيما بعد. new. new اللي هو جديد. how old. how old يعني كام العمر. تعالوا بينا نتعرف بقى على الverbs وكمان الباست بتاعها، يعني نعرف الفيرب في البريزنت زي كلمة check وده معناه يفحص أو يتأكد، والباست بتاعها الماضي بتاعها checked. checked. checked اللي هو فحص أو تأكد. meet. meet اللي هو معناه يقابل. طبعا الباست بتاعها في الirregular أو في الفيرب اللي غير منتظم ولازم نتعرف عليها برضو اللي هو met. met اللي هو قابل. تمام. see يعني يرى. الباست بتاعها saw رأى. عندي say يقول. الباست بتاعها said قال. said. طب تعالوا بينا نتعرف على الاكسبريشنز كده بنستخدمها مع أصحابنا أو إحنا بنعبر عنها زي thank you. thank you اللي هو معناها شكرا. I'm fine. I'm fine يعني أنا بخير. in the morning. in the morning في الصباح. nice to meet you. nice to meet you يعني تشرفت بيك أو تشرفت بلقائك. Hello. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine too, thank you. What's your name? My name is Lena. What's your name? My name is Sarah. How old are you? I am 8 years old. I am in primary 3. Nice to meet you, Zara. See you later. Nice to meet you too, Lena. Goodbye. دلوقتي هنعمل introduce yourself أو اللي أنت إزاي تقدم نفسك وتعرف نفسك لكل الناس اللي حواليك. أول حاجة عندي my name. my name is. my name is يعني لو أنت هتعرف حد باسمك فتقول له my name is علي. my name is أحمد. أو ممكن تقول له كمان بصيغة تانية I am أحمد أو I am علي. تمام. تاني حاجة إن أنت بتعرف الناس كمان بسنك فبتقول I am وتقول السن بتاعك وبعد كده تقول years old. يعني عايزة أقول مثلا أنا عندي 8 سنين I am 8 years old. I am 8 years old. طب أنا عايزة أقول إن أنا عايش في بلد معينة، عايش مثلا في مصر، يبقى أقول I am from Egypt. أنا من مصر. لأنه أنا عايزة أقول إن أنا من بلد معينة فبقول I am from وبعد كده أقول اسم البلد اللي هو I am from Egypt. بعد كده بتقول إن أنت في سنة كام فبتقول I am in primary مثلا 1. I am مثلا in primary 3 وهكذا. يعني أنا عايزة أقول إن أنا في الصف الثالث الابتدائي فبقول I am in primary 3. طب تعالوا نشوف كده رنا هتعرفنا نفسها إزاي. My name is رنا أو ممكن أقول I am رنا. دي صح ودي صح. I am from Egypt. أنا من مصر. I am 8 years old. أنا عندي 8 سنين. I am in primary 3. أنا في الصف الثالث الابتدائي. To ask other about name لو أنت عايز تسأل على حد على اسمه فبتقول له What's your name?
what's your name؟ انت اسمك ايه؟ فهو طبعا طبيعي اللي هو هيقول لك انا اسمي كذا، فانا اسمي كذا اللي هو ممكن اقول I am علي، او ممكن اقول my name is علي. اختار اي طريقه ان انا اعبر بيها عن اسمي. يبقى لما نيجي نسال حد عن اسمه فبقول له what's your name؟ what's your name؟ وهو المفروض يجاوبنا يقول لنا يا اما I am كذا او my name is كذا. اوكي، زي ما هنا الولد قال ايه what's your name، فالبنوته هنا قالت له I am أميرة. طب هنا بقى to ask other about age، لو انت هتسأل حد عن سنه فلازم تقول له how old are you؟ how old are you؟ تعالوا نقولها بصيغة أسرع. how old are you؟ how old are you؟ انت عندك كم سنة؟ فطبيعي جدا جدا ان انا هقول انا عندي كذا. يعني هنا هقول I am، انا 8 years old، او I am 8. انا هقول I am 8، انا عندي 8 سنين. اوكي، او ممكن اقولها بطريقه يعني تانية ان انا اقول I am 8 years old. دي صح ودي صح، يعني لو قلت I am 8 صح، ولو قلت I am 8 years old برضو صح. زي ما هنا الولد سأل البنوتة وقال لها how old are you؟ انت عندك كام سنة؟ فقالت له I am 7 years old، انا عندي ايه 7 سنين. هنا بيقول to check on someone، وانت عايز تطمن على حد فبتقول له how are you؟ how are you؟ how are you؟ انت عامل ايه؟ كيف حالك؟ how are you؟ تمام. طيب لما حد يقول لي how are you انت عامله ايه؟ فاكيد هقول له ايه I'm fine thank you. I am fine، انا كويس او انا كويسه. thank you، ولازم ان انا اشكره. تمام، اللي هو بيسأل عليا I'm fine thank you. when we meet someone in the morning، لما نيجي نقابل حد في الصباح طبيعي هنقول له ايه good morning. good morning، زي كده البنوتة هنا قالت ايه good morning رنا، صباح الخير يا رنا. good morning رنا. فطبعا رنا قالت لها good morning ندى. good morning ندى. يبقى لما حد يقول لي صباح الخير good morning فانا بقول له برضو ايه good morning. when we meet someone new، لو انا هقابل شخص لاول مره او شخص جديد فاكيد لازم طبيعي ان انا اقول له ايه nice to meet you. nice to meet you يعني انا اسعدت بلقائك. nice to meet you او فرحت بمقابلتك يعني. nice to meet you رنا. nice to meet you رنا. فطبعا رنا قالت لها nice to meet you too. nice to meet you too يعني انا كمان ايه سعيده بلقائك. لما نيجي نودع حد بنقول له see you later. see you later، أشوفك مرة تانية. فلما يجي يقول لي أكيد هيرد عليا ويقول لي goodbye، زي ما الولد كده قال إيه see you later، أشوفك مرة أخرى. فهو هرد عليه هنا وقال له goodbye. goodbye. تعالوا هنا بقى to take about where you live، لو انت عايز تتكلم ان انت عايش فين. فمبدئيا كده لما بنيجي نسأل على حد انت منين او انت من اي بلد فبقول له where are you from؟ where are you from؟ where are you from؟ انت منين؟ فطبيعي هو هيرد عليا ويقول لي I am from كذا واسم البلد بتاعته. يعني مثلا انا بسأل كده where are you from؟ فالبنوتة هنا قالت لي I am from Egypt. I am from Egypt. أنا من مصر. تعالوا بينا ناخد general exercise على lesson 1. أول حاجة هنا بيقول لك read and complete. أنت عندك هنا طبعا الword box اللي هو فيه الكلمات دي، وأنت هتترجمها الأول وبعد كده تبدأ توزعها على المحادثة دي. يلا بينا نشوف. morning اللي هي معناها الصباح. fine اللي هو بخير. old اللي هو السن أو العمر. how اللي هي معناها كيف. طيب انا عندي ايات، المحادثه دي ما بين ايات وبين منال. اوكي، يعني الدايلوج دي ما بين ايات ومنال. فايات هنا قالت hello my name is ايات. اهلا انا اسمي ايات. فمنال قالت لها good my name is منال. يبقى هنا منال قالت good ايه يا ترى؟ قالت good morning ولا good fine ولا good old ولا good how؟ ايوه، لما بنيجي نصبح على حد بنقول له good morning. good morning. يبقى هنا قال good morning my name is منال. راحت ايات ردت عليها وقالت لها are you منال؟ فايه بقى اللي انا بسأل على حد يعني كيف حالك؟ طب انت عامل ايه؟ فبقولها له ازاي يا ترى؟ بقول له ها fine ولا old ولا how؟ مين اللي بيجي مع are you؟ برافو، بقول how are you منال. how are you منال يعني انت عامله ايه؟ كيف حالك؟ طبيعي منال هتشكر ايات هتقول لها ايه بقى؟ هتقول لها I am. ايوه I am fine، انا بخير. thank you، ولازم طبعا هي تشكرها. I am fine، انا بخير. thank you، وشكرا ليكي.
راحت آيات قالت لها how old are you how old are you انت عندك كام سنة؟ راحت منال ردت عليها وقالت لها I am 8 years old I am 8 years old أنا عندي 8 سنين. راحت آيات قالت لها see you later أشوفك في وقت لاحق. راحت طبعا منال قالت لها إيه goodbye مع السلامة. سؤال question number 2 choose the correct answer. number 1 nice to you نورة. نورة بقى اتقال لها إيه nice to إيه nice to say you ولا nice to meet you ولا nice to eat you. say اللي هو معناه يقول meet اللي هو يقابل و eat معناه يأكل. أكيد مش هقول say أكيد مش هقول eat أمال هقول إيه nice to meet you نورة. number 2 هنا بقى يا ترى هنسأل بوات اللي هي معناها ما أو ماذا ولا when معناها متى ولا how معناها كيف. are you فهنا راح تجاوبه هنا وقال I am fine thank you. إيه اللي بيمشي مع لما اجي اسال على حد واقول له انت عامل ايه هقولها له ازاي؟ ايوه برافو هقول له how are you how are you how are you يعني انت عامل ايه فقال له I am fine thank you. number 3 I 8 years old يا ترى I بتاخد ايه في الفيرب to be يلا let's remember نفتكر كده I يا ترى بتاخد is no I بتاخد am هنشوف. I بتاخد are no 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 يبقى ايه اللي بيمشي مع الاي يبقى I am I am I am أو I am أنا أكون 8 years old عندي 8 سنين. طب هنا number 4 how are you لما بنيجي نسأل عن السن بنقول ايه؟ طبعا هنا جاوبنا وقال لنا I am 7 years old. طبعا احنا عرفنا لما نيجي نسأل عن السن فبنقول how old how old اكيد مش هقول how number او how name هقول ايه how old are you انت عندك كام سنة and هنا I am 7 years old أنا عندي ايه 7 سنين. question number 3 read and match انت هتقرا وتوصل بالجملة بالصورة الصحيحة بتاعتها. يلا بينا. good morning ايه الصورة اللي بتليق بيها؟ برافو اللي هي دي. number 2 hello أنو الصورة بقى اللي بتليق عليها؟ برافو هي دي. number 3 Egypt Egypt ايه الصورة بقى اللي تليق على Egypt؟ أيوة العلم بتاعها بالظبط برافو عليك. question number 4 بيقول لك reorder to make sentences يعني انت هترتب عشان تكون جملة صحيحة. هنا عندي nice ها لما اني اقول لحد مثلا انا اسعدت بمقابلتك فبقول له nice وبعدين to meet you هقولها بشكل اسرع nice to meet you nice to meet you. number 2 هو هنا بادئ لك بسي يبقى سي ايه لازم يجي بعديها subject فاعل يبقى see you later see you later see you later. هنا بقى I am عايزة أقول أنا في تالتة ابتدائي يبقى I am in primary 3 تاني I am in primary 3 أنا أكون في الصف الثالث الابتدائي. ها لما نيجي نسأل العمر بقول how old are you how old are you how old are you. question number 5 read the text and answer the questions انت هتقرأ التكست ده او النص ده وبعد كده تحل الاسئلة الموجودة في التكست دي. اول حاجة بيقول لي هنا my name is Adam انا اسمي ادم. طبعا وانت بتقرأ لازم تترجم كل جملة في التكست ده ولازم تفصص كل حاجة فيه عشان تبقى فاهم وتعرف تجاوب صح. my name is Adam انا اسمي ادم. I am 8 years old انا عندي كام سنة 8 سنين. ايوه I am 8 years old يعني انا عندي 8 سنين. I am in primary 3 أنا في الصف الثالث الابتدائي. I love my school أنا بحب مدرستي. My teachers are kind المعلمين بتوعي ومدرسيني بيعتبروا إيه يكونوا إيه طيبين are kind يعني طيبين. My friend's name is إياد أنا صديقي اسمه إيه إياد. We play together إحنا بنلعب مع بعض. We meet in the morning at school إحنا بنقابل بعض فين؟ في الصباح في المدرسة.
At the end of the day في نهاية اليوم we say goodbye. احنا بنقول ايه؟ goodbye أو مع السلامة. يلا بينا نحل بقى. choose the correct answer. تعالوا بقى نجاوب ونختار الإجابة صحيحة. آدم is years old. يا ترى آدم عنده كام سنة؟ أيوة هتبص في القطعة كده هو بيقول لي my name is آدم I am 8 years old. يبقى هو عنده كام؟ 8 years old. الله ينور. طب آدم meets إياد in the. يا ترى آدم بيقابل إياد إمتى؟ in the morning ولا evening ولا afternoon؟ تعالوا نرجع للقطعة بيقول إيه بقى؟ we meet in the morning at school. يبقى إحنا بنقابل بعض إمتى؟ in the morning. آدم meets إياد in the morning. طب هنا بيقول لك answer the following questions. تعالوا بقى نجاوب على الأسئلة دي. What do Adam and إياد say at the end of the day؟ يا ترى آدم وإياد بيقولوا إيه بقى في نهاية اليوم؟ تعالوا نراجع كده في القطعة. At the end of the day we say goodbye. يبقى هنقول إيه؟ They say goodbye. هم بيقولوا إيه؟ goodbye. يبقى بدل we هقول they. Okay? They say goodbye. طيب number 4 who are kind at school؟ مين اللي بيكونوا طيبين في المدرسة؟ نرجع للقطعة كده هو قال ايه؟ my teachers are kind. يبقى هنقول ايه؟ teachers. اوكي يبقى teachers هم اللي بيكونوا ايه طيبين في المدرسة. هنعمل rearrange هنرتب layers الموجودة عشان نكون كلمة. أول حاجة الكلمة دي هتبقى ايه؟ سهلة خالص. أيوه hello hello hello. طب هنا حاول خمن كده. goodbye goodbye goodbye. برافو عليك. هنا بقى هنعمل punctuations أو معنى أصح إن إحنا هنعيد كتابة الجملة بشكل صحيح ونحط كلمات كمان علامات الترقيم. يعني بمعنى أصح هنا بقرأ أول جملة بيقول my name is علي. أول حاجة هعدلها إن أنا طبعا كلمة my هنا هخلي letter M capital. بعد كده بشوف الجملة دي يا ترى مثبتة يعني جملة عادية خالص تمام ما فيهاش أي سؤال ما فيهاش نفي أو كده ولا إيه؟ أيوه هي جملة مثبتة فطبيعي إن أنا أحط هنا full stop يعني أحط نقطة. يبقى my name is علي. هخلي الام capital وأحط هنا full stop أو النقطة. Number 2 I am in primary 3. أيوة دي جملة عادية ولا جملة سؤال؟ جملة عادية خالص تمام مثبتة عادية خالص خبرية. فهنا طبعا أخلي الآي كابيتال لأن أول حرف من أول كلمة لازم يكون كابيتال. وبعد كده بحط هنا الفول ستوب. I am in primary 3. هنا how are you how are you how are you دي صيغة سؤال. فهنا طبعا هخلي الهاو أو هخلي الاتش هنا capital في كلمة how وهنا لازم أحط question mark علامة الاستفهام. يبقى how are you how are you. number 2 I am fine thank you. I am يبقى الآي هتكون capital وفي الآخر هحط هنا full stop اللي هو النقطة في الآخر. I am fine thank you. وبكده يا حلوين خلصنا lesson 1. انتظرونا في الدرس الجاي إن شاء الله. Goodbye.